اتنقلت من أوضة لأوضة، بس مش بس بجسمها لكن بعقلها اللي انهار ويأسها من كل حاجة. هل كانت واعية ولا كانت خلاص فقدت السيطرة؟ هل دي ولا إنسانة مكسورة كانت بتغرق وبتغرق معاها 3 أرواح؟ ولا دي جريمة قتل عمد ودوافعها حاجة تانية لسه محدش يعرف؟ النيابة قالت إنها كانت بتعاني من اكتئاب حاد، ما بتاخدش علاج ومفيش دعم نفسي، مفيش حتى كلمة انتي مش لوحدك. الضغط زاد، العلن ضاق، والأم قررت تموتهم علشان يرتاحوا زي ما هي بتقول. لكن هل الأطفال طلبوا يرتاحوا؟ هل حد فيهم قال لها ماما احنا زهقنا من العيشة دي؟ ولا هي اللي تعبت فقررت ترتاح؟ فيلا الشروق بقت مسرح جريمة، بس الجريمة الحقيقية مش بس الخنق. الجريمة بدأت من اللحظة اللي اتساب فيها حد لوحده، لما العالم كله قرر يبص الناحية التانية وساب أم بتكتب نهاية أطفالها بإيدها في أوضة صغيرة داخل